أزمة الأزبال في جماعة سلطان رجعت للواجهة من جديد. أحياء بحال الهنا والوئام والشريفية غارقين وسط الأزبال والحشرات والريحة الخانزة، وحتى الكلاب الضالة ولات خطر يومي على الساكنة. الناس كيتهموا المجلس بالعجز وسوء التدبير، خصوصا بعد ما نتزات الطامة بمطبات ديال الزبل والمياه العادمة، وزيد عليها حرق الأزبال في الهواء الطلق، وكذلك الدخان الخانق اللي كيهدد صحة الأطفال والنساء، وأيضا كيشكل أزمة بيئية خطيرة. الأزمة ماشي جديدة، كترجع لوقت المجلس السابق اللي ما قدرش يدوز الصفقة مع الشركة السابقة، ولولا تدخل السلطات بعقد مؤقت مع شركة أخرى كانت الأمور غادي توصل للانفجار. اليوم الساكنة كتسول واش غادي تفتح تحقيق في هذه الاختلالات، واش المجلس الحالي يقدر يلقى حل نهائي يضمن بيئة نقية وكرامة للساكنة، ولا غادي يبقى مسلسل الأزمات كيتعاود مع التجاذبات السياسية وضعف الحكامة. المشاهد تيفي، تسلطنت، مراكش.